بيبتدي مسلسلنا لما بتكون في مجموعة مخطوفة وكمان متهددة بالقتل، وبعد كده بنروح لفرح بتظهر فيه أمبر وكمان تريبل أخوها وجوزها برنس، وبنعرف إن ده رئيسهم في الشغل دريفتر، ودي أمها وده أبوها، وبتكون هتتجوز صديق أخوها في الشغل، وفي مجموعة كبيرة شغالين تحت قيادة دريفتر لحد ما بنيجي بالليل لما بيجي لدريفتر مكالمة من رئيسه، فبيروح لبرنس وبيعرفه إن في مهمة خارج الحدود، وبيبلغ باقي المجموعة إنهم هيسافروا خلال 8 ساعات علشان ينقذوا مواطنين رهائن. وبنيجي الصبح لما بيوصلوا بالطيارة لأفغانستان فبيستعدوا وبينزلوا، وبتكون في متابعة من القيادة، لكن وقت نزول برنس بتعرف العصابة إنهم وصلوا فبيروحوا لأسلحتهم وبيضربوا عليهم، وبرنس بيكون متعلق بس بيقع، فبتهبط الطيارة وبينزلوا كلهم وبيبدأوا رحلة تسلق جبل علشان يوصلوا للهدف في الوقت اللي بتنقل العصابة الرهائن من مكانها. وبرنس بيشوفهم وبيبلغ فرقته انهم جايين ناحيتهم فبيقفوا يستنوهم، ودريفتر بيقرر ينقذ الرهائن الاول وبعد كده يروح لبرنس، لكن في 2 بيشوفوا برنس وبيضربوا عليه النار علشان يوقع واحد والتاني بيرجع وبيهرب. واول ما العصابة بتوصل للمجموعة بينزلوا فيهم ضرب وبينقذوا المخطوفين، وبيرجع دريفتر والمجموعة علشان ينقذوا برنس. ووقت ما بيكون راجع بتشوف العصابة وبتضرب عليه نار وبيوقفوه، فبتتحرك المجموعة وبيضربوا على بعض نار بتخلص بإصابة برنس، ودريفتر بيتضرب كمان. دلوقتي تريبل مخير ما بين إنقاذ برنس ويرجع، خصوصا وإن العصابة قدامها شوية ثواني وتكون عندهم، أو يخاطر وينقذ دريفتر اللي ما بيتحركش ولا بيتكلم. بيروح لبرنس وبنعرف إن دريفتر مات، فبينزلوا من على الجبل وبيسيبوه. وبيعدي 3 شهور بتروح أمبر لأخوها تريبل وبتطلب منه يحكي لها اللي حصل، لأن برنس رافض يحكي، فبيحكي لها كل حاجة. ووقت ما بيكونوا قاعدين سوا بينضم ليهم تريبل وبيطلب تريبل منه إنهم يرجعوا للشغل تاني، بس بيرفض علشان اللي حصل لدريفتر ما يحصلهوش، فبيسيبهم وبيمشي وهم كمان بيرجعوا البيت. وبنعرف إن أمبر رايحة كولومبيا وبرنس بيكون خايف عليها فبتسيبه وتنزل تجري في الوقت اللي بيحط جهاز لاسلكي في شنطتها علشان يطمن عليها. أما أمبر فبتكون دكتورة في علاج الإدمان، وأمها بتكون مدمنة، وكمان هتسافر بكرة لكولومبيا علشان تدرس النباتات وتلاقي منها علاج للإدمان. بكرة بيجي وبتوصل أمبر هي ومجموعة معاها وبتبتدي في عملها، وكمان بتتعرف على أهل القبيلة وبتقعد معاهم، وبيبدأوا في طقوس غريبة كده بيخلوها تراجع ذكرياتها. وبعد أسبوعين بيكون تريبل مع أمه في قعدة سكر وبيقول إن أمبر ما كلمتهوش من أيام، وبتقلق عليها أمها وبتقول لتريبل لازم تسافر وتشوف أختك فين وتدور عليها، بس أمبر بتكون شغالة. وبيجي عليها مجموعة كبيرة بأسلحة وبيكونوا عاوزين يعرفوا هم هنا ليه، فبيديلهم واحد من المجموعة طلب كان مقدمه لرئيسهم وخد منه الموافقة علشان ييجوا ويبحثوا براحتهم، بس بيفتشوهم وبيلاقوا معاها جهاز برنس اللي حطه في شنطتها علشان يعرف مكانها، وده طبعا بيخلوهم يعلقوهم وبيكونوا هيخلصوا عليهم. في الوقت اللي بيكلم برنس تريبل وبيطلب منه يجيله وبيعرفه انها ما اتحركتش من مكانها من 24 ساعة عكس كل يوم، وبيتضايق تريبل وبيعرفه ان أمبر ما كانش ينفع يكون معاها اي وسيلة اتصال لانها في مكان خطر، وكمان شغالة تبع للمخابرات وما كانش ينفع يحط لها الجهاز. فبيتعصب برنس علشان ما كانش يعرف انها شغالة مع المخابرات، وده بيخلي تريبل يتصل بشخص في المخابرات وبيعرفهم انها وقعت في ايد اخطر عصابة في كولومبيا، وعلشان هم مش واثقين في المخابرات وانها مش هتنقذ اخته ولا مراته بيجهزوا نفسهم وبياخدوا اول طيارة ويطلعوا على كولومبيا.